طبعا المؤتمر السوري الأول لذوي الإعاقة تم إطلاقه اليوم برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بالإضافة لوزارة الطوارئ والكوارث، بالإضافة لUNDP الأمم المتحدة، وأيضا سند للبلد. طبعا شاهدنا في الحقيقة أشخاص ذوي همم عالية، شاهدنا أشخاص عباقرة، أشخاص تغلبوا على كل الصعوبات والتحديات في سوريا، خصوصا الأشخاص الذين تعرضوا للقصف، إلى بتر أطراف، إلى فقدان نظر، إلى كل الإعاقات التي تعرضوا لها خلال قصف النظام البائد. اليوم بفضل الله عز وجل هذا المؤتمر التأسيسي أو المؤتمر السوري الأول للأشخاص ذوي الإعاقة ليهتم بهذه الفئة. حضر المؤتمر كل الوزراء في جميع الوزارات، وقدموا تعهدات تخص الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بما يتناسب، سواء كان عن طريق النقل أو الصحة أو إلى آخره من هذه التعهدات. نتمنى أن تكون هذه التعهدات في المستقبل القادم مترجمة على أرض الواقع، ونشاهد إن شاء الله أشخاص ذوي همم وذوي عمل إن شاء الله عز وجل. كم من عليم طاق الصحيح المكملة، بل أنت بدر في الظلام تألقت أنواره لتضيء ليلا أكحلا. احمل طموحك يا أخي وارقى به، فالحر يأبى أن يكون مكملا. وختامها شكرا لقائد دولتي ورجاله ووزرائه، أرجعتم للإسلام مجدا مهملا.